في نهار 11 ماي 2004 غادي تزاد في مدينة كامايور الإيطالي لاعب اللي يقدر يخلق اسم كبير في العالم الكروي. هذا اللاعب مزدوج الجنسية مغربي وإيطالي، هو أيمن الوافي، واحد من المدافعين الأقوياء والواعد اللي مشى رحلة طويلة من الأكاديميات الأوروبية حتى ولا واحد من أبرز الوجود الدفاعية اللي جذبوا اهتمام الأندية الكبرى. ودابا ولا أول صفقة مهمة ديال الوداد الرياضي في سوق الشتوي هذا الموسم. أيمن الوفي ما كانش شي فريق صغير ولا مفاجأة، القصة ديالو واللي بدات من المدارس ديال كرة القدم الإيطالية، وفي 2015 غادي ينضم للأكاديمية ديال ليفورنو واللي كانت متصدر المواهب الصغيرة، ومن بعد في 2021 غيتبدل الحال وغينتقل لأكاديميات هيلاس فيرونا اللي معروفة بأسلوبه الدفاعي القوي وتعليمها اللاعبين الكالتشيو. بدا كيكتسب اساسيات الدفاع الصحيحه وكيفاش يقرا اللعب وكيفاش يتعامل مع الضغط. وفي سنه 2023 دار خطوه كبيره والاولى في المسار الاحترافي ديالو، حيث وقع عقد احترافي مع نادي لوغانو السويسري لمده 4 سنوات. هذا الانتقال كان مهم بزاف حيث خلاه يلعب في الدوري محترف وتلاقى مع منافسين اقوياء وخبره اكبر. اول موسم ليه مع الفريق ديالو لوغانو السويسري بدا كيشارك في المباريات بشكل منتظم سواء في الدوري السويسري أو في المنافسات القارية، وكان عنده دور كبير وواضح في الدفاع. رغم أنه مدافع ما كانش كيماركي أهداف كثيرة، إلا أنه كان حاضر في عديد مهم ديال المواجهات وقدم أداء متوازن في خط الدفاع. أيمن الوافي ماشي غير لاعب أندية بل حتى في المسار الدولي كان حاضر وكان كيمثل المنتخب الوطني المغربي في مستويات الشباب. بدا مع المنتخب أقل من 17 سنة ومن بعد غادي يمشي مع المنتخب أقل من 20 سنة. طور من المستوى ديالو ولا كيلتحق بالمنتخب أقل من 23 سنة واللي غينضاف ليه بالانتظام وغيتنافس البطولات القارية. واحد من اللحظات الكبيرة في المسار ديالو اللي كانت مشاركة في بطولات كأس إفريقيا أقل من 23 سنة واللي المنتخب الوطني المغربي قدر يربحها ويتأهل من خلالها الألعاب الأولمبية. هذه البطولة كانت نقطة فاصلة اللي رفعت القيمة ديال اسم الوافي في المشهد الدولي الدفاعي. المنتخب الوطني المغربي كان باغي الوافي باش يلعب معهم المسابقة ديال أولمبياد باريس، لكن ما قدرش يلعب لأن النادي السويسري ما سمحش ليه باش يشارك في هذه التظاهرة. أيمن الوافي رغم صغر سنه 21 سنة كيتمتع ببنية جسمانية قوية، اللي عنده 189 سنتيم وقدرة كبيرة على قراءة الكرات بالتزام الدفاعي. والسوق ديالو في 2025 كيتراوح ما بين 3.3 حتى ل 4.9 مليون يورو، وهو رقم مهم كيعكس الإعجاب الكبير من الأندية بقدرات دفاعية. هذه القيمة السوقية ما جاتش من فراغ بل كنتيجة لسنوات تطوير الأكاديميات الأوروبية والأداء الثابت مع لوغانو والمشاركات الدولية مع المنتخب الوطني المغربي في الشباب. في 23 دجنبر 2025 غادي يعلن نادي الوداد الرياضي رسميا التعاقد مع أيمن الوافي قادما من نادي لوغانو السويسري بعقد طويل لمدته 4 سنوات ونصف. هاد التعاقد اللي غيجي من واحد النقله قويه في الدفاع الوداد الرياضي، خصوصا ان الفريق اللي كان كيقلب على عنصر دفاعي قوي وغيقدر يعطي الاستقرار في خط الخلفي. الاداره فضلت هاد الصفقه هذه بعد ما نصح المدرب ايمن بن هاشم باللاعب، والوداد اعتبره اضافه كبيره لان الفريق كيسعى للبطوله والانتصارات المحليه والقاريه. وحتى رغم وجود لاعبين دفاعيين كبار في الفريق، الوداد حسم الامر باش يستافد من الطاقه الشبابيه والمتقدمه ديال الوافي واللي باغي يعطي اداء قوي في الدوري وفي البطولة وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية. من الوافي ماشي غير مدافع عادي كيف ما كيبان لك، الأسلوب ديالو في التعامل مع الكرات الطويلة والضغط البدني والقدرة على الانطلاق بالكرات لقدام هو اللي كيخلي أندية أوروبية غتبقى تابعه قبل ما يجي الخبر الكبير ديال الوداد الرياضي. مثلا في هذه السنة 2025 كان مهتمين بأندية من بلجيكا وهولندا واسبانيا، وهذا كيبين أنه مستقبله كيبان كبير حتى في خارج القارة الإفريقية. بالنسبة للانتقال ديال اللاعب الوداد الرياضي يمكن يكون بداية باش يلمع أكثر في البطولات القارية ويزيد يقوي القيمة ديالو قبل الانتقال لفريق أكبر في المستقبل. الأكاديميات الإيطالية التجربة احترافية في الدوري السويسري ثم لتمثيل المغرب في المنتخبات الشباب، ودابا صفقة قوية مع الوداد الرياضي. هذا هو مسار أيمن الوافي، واحد من المدافعين الشاب اللي عطانا درس بالإصرار التطور والطموح، اللاعب المغربي اللي يقدر يواصل العالمية. شنو الرأي ديالكم؟ واش انتقال أيمن الوافي للوداد غادي يكون نقطة انطلاقة حقيقية لواحد من أقوى المدافعين في المغرب؟ خليوا لي رأيكم، أراكم في التعليق.